السلام عليكم. ولا بزز عليهم تيناقشوا في اللايفات ديالهم الصحراء الشرقيه وشادين دابا في الملف ديال غار جبيلات والاتفاقيه ديال 1972، وهذه الحلقه الثانيه من الصحراء الشرقيه المغربيه. كما كنا نتكلموا على الصحراء الغربيه المغربيه، وتكلمنا على المتونه والقبائل التابعه ليوسف بن تاشفين، وكيف بدايه الدوله المرابطيه من هذه المنطقه. وقبل هذا تكلمنا كذلك على اليوم، قبله كذلك تكلمنا على الدولة السعدية في الحلقة الأولى، كيف دارت معركة 1582 وهي المعركة اللي وصلت حتى الأضرار وبشار ضد في العثمانيين، والمعركة الأخرى ديال 1591 اللي وصلت حتى لتنبوكتو ومالي. دابا نتكلموا على الأسباب التي جعلت فرنسا تضم هذه المناطق للجزائر. وبعض الجزائريين اللي دابا تيحلوا لايفات وتيناقشوا الصحراء الشرقية كشتي، يا دارت بك الايام يا الزريقه حتى ركبك بنو عداس. هذه مثل عندكم تيتقال. فوليتو تهضروا على الصحراء الشرقيه المغربيه وتتقولوا كيفاش 72 المغاربه اتفقوا مع بومدين على ترسيم الحدود وكذلك تقسيم الثروه ديال غار جبيلات، لان الاتفاقيه كان فيها ان المغاربه يتقاسموا معكم الثروات ديال الصحراء الشرقيه ويمشيوا على الاتفاقيه ديال 1902 و 1903 لتتخلي المغاربه داخل الصحراء الشرقيه يتنقلوا بين الدولتين، وكذلك واخا يكون في المغرب ياكل من الثروات ديال الصحراء الشرقيه، وان الحدود بالنسبه لهذه المناطق لا تسوى، ما تتفرقش بين الاصل ديالهم اللي هو المغرب. ففرنسا، ما هي الأسباب التي دفعت فرنسا إلى إلحاق هذه المناطق بالجزائر وليس المغرب؟ فرنسا كانت تعتبر الجزائر جزءا من الأراضي الفرنسية ولم تكن مجرد مستعمرة، كما قالوا في البرلمان آخر مرة فاش حيدوا هذاك الاتفاقية ديال 1978. قالوا أن الجزائر كان لها الحظ أننا كنا نعتبرها ليس مثل كل المستعمرات الأخرى، بل كانت لها مكانة أكثر من المستعمرات، وهي أنها كانت تعتبر أرضا فرنسية بكامل أراضيها. ودخلت عليها فرنسا وهي المساحة ديالها غير 500 ألف كيلومتر، ونهارش خرجت خلاتها 2,500,000. ومساحة الصحراء الشرقية المغربية 1.5 مليون، 1,500,000 كيلومتر مربع ديال الأراضي المغربية، خلاتها بحوالي 2.3 مليون كيلومتر مربع. وقامت فرنسا بهذا التوسع على حساب أراضي المغرب، اعتمادا منها أن الجزائر ستبقى أرضا فرنسية إلى الأبد، بينما المغرب كان دولة قائمة الذات قبل وبعد توقيع اتفاقية الحماية، وكان عليها أضعاف الإمبراطورية الشريفة، وهو الاسم الرسمي للمغرب حين ذاك. أجو نشوفوا أشنو الاتفاقية كانت تتسمى. هذيك الاتفاقية اللي كانت بين المغرب، اتفاقية 1901 و 1902 اللي هي مباشرة بعد وفاة القائد العسكري الذراع اليمين ديال عبد العزيز اللي في 1902 و 1901. بدات فرنسا تتزحف لهذه المناطق ديال الصحراء الشرقية المغربية، وخاصة بعد معركة إيسلي 1844 و 1845، ثم جات معركة 1859 فاش مات وتوفى عبد الرحمن بن هشام. هجمت علينا فرنسا إسبانيا مباشرة وسنينا بزاف ديال الاتفاقيات. أما اتفاقية طنجة واتفاقية لالا مغنية بعد معركة إيسلي 1845 هي اللي خلت فرنسا تبدا تزعم وتوصل للصحراء المغربية الشرقية وإسبانيا للصحراء الغربية المغربية. هذه الاتفاقية كانت تتسمى اتفاقية البروتوكولات، أعطت الحق للمغاربة الذين تتواجد الأراضي ديالهم وممتلكات ديالهم خلف الحدود، منطقة فرنسا الجزائرية التي فرضتها فرنسا بالقوة، أن يستغلوا بكل حرية وأن يتنقلوا دون قيود إدارية بين طرفي الحدودين، وهو ما يعتبر اعترافا ضمنيا واضحا بجريمة اقتطاع أراضي المغربية وضمها ظلما وعدوانا الى الجزائر الفرنسيه. لكن 1844 حنا درنا ترسيم الحدود من السعيديه لفيقيق، وهناك الخطا ديال عبد الرحمن بن هشام انه رسم معاهم حتى الفيقيق، وقال ان المناطق الاخرى فيها واحات وفيها بيعه للسلطان منذ سنين، فلا انا ندير غير الحدود بيني وبين فرنسا، لان فرنسا كانت حدودها وكان المجال ديالها تتحكم في الجزائر هو المجال اللي كان حتى على الدوله العثمانيه.
وسنة 1844 عرفنا أن المجال اللي كانت فيه حدود بين المغرب هو هاد كتنقولوا بالدارجة هاد المنايقير. هاد المنايقير من هنا من السعيدية الفيقيق هو اللي فيه 166 كيلومتر. هي اتفاقية لالا مغنية واتفاقية إسلي أو اتفاقية طنجة اتفقنا معاهم باش نرسموا الحدود، لأن فرنسا كانت غير من هنا حتى حتى يعني تونس. ومن بعد فاش تبدا الزحف ديالها هنا 1902 و 1900 ادخل منطقه بشار واضرار وتبدا تستغل في هذه المنطقه وتخلي القبائل المغربيه تمشي بين هنا وهناك. وهذا الشيء اللي كاين في الاتفاقيه حتى ديال 1972، وهي ان القبائل كلها اللي كاينه في الصحراء الشرقيه المغربيه اللي كانت تحت الجزائر حينذاك تدخل المغرب وتمشي بكل اريحيه، وان ما يتواجد في بطن الصحراء الشرقيه المغربيه يستغلوا المغرب والجزائر نص بالنص، وانها اتفاقيه اللي خسر شي بند فيها ترجع للاول كما رجعت دابا، لانها تكمل 60 سنه 2032، لكن راها البنود ديالها خسرتها الجزائر، وهي انها ما بقاتش اتفاقيه وما خلاتناش نستغلوا منجب غار جبيلات، بل خسرت الاتفاقيه ورجعنا للاتفاقيه الاولى اللي هي ديال 1902 و 1903 ان هذه الاراضي مغربيه 100%. هل للمغرب حق أنه يطالب بهذه الأرض في المحاكم الدولية؟ استرجاع الصحراء الشرقية لن يكون بهذه البساطة كما بزاف تيقولوا، خاصة أن المغرب وقع مع للأسف اتفاقية ترسيم الحدود سنة 1972، وهذه الاتفاقية هي اللي قلنا البنود ديالها كتنص أن أي دولة تخربق هذا الاتفاق ولا ما تحترمش هذه البنود ديالو نرجعوا كأنه ما كاين والو، وهي أن عدم ترسيم الحدود. وهذا الشيء اللي تقول المغرب اليوم انني غير مرسم الحدود من فيقيق لتحت مع الجزائر نسبه لاتفاقيه 1972 اللي البنود ديالها ما تحترمش. اذا نرجعوا الاتفاقيات اللي كانت مع فيرين. وبهذا تنقول المغاربة أنه من جانب آخر يجب الاطمئنان إلى حتمية استرجاع كل شبر من أراضي المملكة المغربية، لأننا شفنا في هذه الأواخر أن القانون الشيقول الدولي أن الحدود ليست قابلة للتوقف عبر الزمن، بل هي قابلة للتحرك، وأن الحدود تتحرك عبر الزمن. وحنا شفنا كيف أراضي رجعت لبعضياتها، وحنا شفنا روسيا كيف دابا دات أجزاء من أوكرانيا، وشفنا ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية كيف ضموا ولات ألمانيا كلها. الحدود تتحرك أحب من أحب وكره من كره. وبالنسبة للدول الأخرى أن الحدود ديال الصحراء المغربية الغربية راها تحركت هي يوم 31 أكتوبر 2025 بالنسبة للدول الأخرى. أما إحنا لقد حركنا رمالها سنة 1975 بمسيرة خضراء ضمت الصحراء المغربية شرقها، أما غربها استرجعه المغاربة أو جنوبها استرجعه المغرب سنة 1979 فاش هجموا علينا الجزائر باش يديو هذه الأرض، لكن لقاو الجيش المغربي اللي خلا ضربهم في معركة بئر إنزاران. اللي تيجي شي واحد يقول لك حنا راه ما باغيين والو، حنا تندعموا غير البوليزاريو، لا نتوما دايرينها باش تدرقوا على الملف ديال الصحراء الشرقيه المغربيه، وكنتوا بديو كاع المنطقه الغربيه او المنطقه الجنوبيه للصحراء الغربيه المغربيه. الى اللقاء، الحلقه الثالثه.